بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النغيب سفيان محمد ذين بريمة، النغيب المتمرد على غادة وساسة وكيزان الجيش الفاسدين الذين أولجوا المؤسسة العسكرية في حفرة من الدمار وفي حفرة من النيران باستيلائهم على هذه المؤسسة بغير وجه حق وشرع يذكر. التاريخ 15/7 اليوم الثاني للمعركة، المعركة التي كبد فيها أشاوز قوات الدعم السريع فلول الكيزان والفاسدين من قادة الجيش هزيمة يسطرها التاريخ بمداد من ذهب، وهي تضاف إلى هزائمهم النكراء. نحن الآن في شارع الإنغاز حيث كانت المعركة، والآن من خلفي ومن أمامي أشلاء وجثث وبغايا الجيش السوداني وتابعي فلول الكيزان تملأ الشارع. والله نتأسف والله شد أسف على هذه المهزلة التاريخية لغوات لها تاريخها. والله نتأسف، وهم إخوة لنا في المقام الأول، وموت أحد منهم يؤسفنا والله. لكن ماذا سنفعل؟ دائما ما نحذر فيهم، ودائما ما نترجاهم بأن لا يتبعوا الفاسدين من قادة الجيش وفلول الكيزان، ولكن تابع نفسهم إلا أن يكونوا عظة وعبرة لغيرهم. في كل يوم نرسل رسالة، وما زلنا نرسل رسالة، وما زلنا نحذر لكل شرفاء القوات المسلحة من السادة الضباط وضباط الصف بأن ينحازوا إلى قوات الدعم السريع في قتالها ضد غادة وفلول الكيزان وغادة الجيش الفاسدين. وإن لم يريدوا الانحياز إلى قوات الدعم السريع فعليهم أن لا يدخلوا في القتال ضدها. أضعف الإيمان أن لا يقاتلوا ضد قوات الدعم السريع، لأنها قوات تقاتل من أجل قضية والله ولن يردعها شيء حتى تصل إلى العدالة، وحتى توطد للحكومة المدنية، وحتى توطد لدولة القانون في هذه البلد. لن يقف أحد في طريقها ولن يردعها أحد والله. ولو اجتمعت الإنس والجن وجيوش العالم على أن يصدوها عن هذه القضية والله لن يصدوها، ولن يؤثر فيها الذين يطبلون أشباه الرجال في الميديا ويقومون بالإعلام المزيف والإعلام المضلل الذي به يزجون هؤلاء الجنود المغلوب على أمرهم في معارك خاسرة هي من أصلها. وأنا والله أتأسف، والله شد تأسف لهؤلاء الأفراد، ولأني كنت واحد منهم داخل المؤسسة العسكرية، أعلم المعاناة التي هم يعانونها. وأتساءل والله لماذا هم يقاتلون إلى هذه اللحظة خلف هؤلاء الفاسدين من قادة الجيش؟ لماذا لا يتمردون على قوانينهم العسكرية التي وضعوها من أجل حماية أنفسهم وليس من أجل المؤسسة العسكرية؟ لماذا لا يتمردون على هذه القوانين؟ أهي قوانين إلهية؟ هي قوانين وضعية وضعها هؤلاء الفاسدين والكيزان من أجل توطيد مصالحهم، وليس من أجلك أنت أيها الجندي الفقير الذي لا يملك قوت يومه. أنا كنت ضابط بتاع الجيش وأعلم ما تعانيه من مأكل ومن مشرب، وأعلم جيدا وضعك ووضع أسرتك. لماذا تقاتل في صفوف هؤلاء الفاسدين من قادة الجيش والكيزان الذين لا يهمهم سوى حكم هذه البلد ولو على رقاب الجنود ولو على رقاب شعبهم؟ لماذا لا تنسحب من هذه الحرب الخاسرة؟ لماذا لا يمكنك أن تخالف هذه التعليمات؟ أمنزل في كتاب هي؟ أمنزل من رب العرش؟ لا، خالف هذه التعليمات. ورسالة لكل ضابط شريف عليك بالانسحاب من هذه الحرب وعدم الوقوف في صف هؤلاء الفاسدين حتى لا يؤول بك المآل إلى مثل هذه